السلام عليكم. الطماطم رخيصة اليومين دول، يلا بينا بقى نفرز الطماطم ونشيلها ونخزنها بأسهل طريقة. طبعا هنجيب الطماطم بتاعتنا نغسلها كويس قوي، وممكن تحطيها صحيحة زي ما هي في الحلة، لكن انا بحب اقسمها اتنين كده بتبقى اسهل معايا، بتتهري معايا وبتستوي معايا بسرعة، نزل ميتها بسرعة. زي ما انتوا شايفين قطعناها نصين كده، وانا هنشغل عليها النار عالية، واول ما هتبتدي تغلي هنقلب فيها وهنخلي النار تكون متوسطة. اهم حاجة ان احنا نقلبها باستمرار زي ما انتوا شايفين كده. اما بتغلي هنبتدي نقلبها وهنخلي النار تكون متوسطة. اهم حاجة في البداية ان احنا نقلبها، لان بتكون لسه منزلتش المية بتاعتها علشان متلزقش من تحت، وكمان التقليب ده بيخليها تتهري معانا بسرعة. الطريقة دي لتفريز الطماطم او ان احنا نعمل صلصة الطماطم احسن طريقة، احسن ما انت تفرميها الاول وهي لسه قبل ما تتسبك. بتطلع معاكي قشر كتير وبتاخد منك مجهود كتير، لان بتبقى كمية كبيرة فهتهلكي الخلاط. الطريقة دي سهلة جدا طبعا كده زي ما انتوا شايفين. الطماطم بتاعتنا نقصت تقريبا نص الكمية واتسبكت معانا زي ما انتوا شايفين، وكمان من كتر التقليب اتهرت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هنبدأ نصفيها بعد ما ضربناها في الخلاط، من الضرب لونها بيفتح شوية، لكن عايزة ترجعي تحطيها على النار تاني. انا بكيسها على طول بعد ما بخلصها، بعد ما بفرمها. ممكن ترجعيها حباها تاخد اللون بتاعها الطبيعي، هتسيبيها تغلي غلوة بس على النار عشان مكان الضرب بتاعها ده بيفتح لونها سنة. وعايزه اقول لكم ان طريقه تصفيه الطماطم بالمصفى دي او بالكبشه زي ما انتوا شفتوا كده طريقه سهله جدا، وخاصه لما بتكون الطماطم سخنه. وزي ما انتوا شايفين بنطلع شويه قشر، او القشر بيكون اتهرى معانا فبيطلع كميه صغيره جدا، مش بنهدر من الطماطم كتير. وبعد ما بنصفي الكميه كلها بنبتدي نكيسها في اكياس على قد الطبخه بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم